just want a girl to love. I just want a girl to love. I just want a girl to love. I do anything to mean the world to her, and we'll fly. السلام عليكم، معكم مازال الحمدوشي. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم فيه على كيفيه انك تسترجع الربح العضلي ديالك او الزياده بالوزن اللي فقدتيها بصفه عامه في رمضان. تبعوا الدراري، غنتحدث اولا على ثلاثه الاهم الاشياء اللي غادي يكونوا هما موضوع الفيديو ديال اليوم، على كيفاش تسترجع باقصى سرعه الربح العضلي ديالك او الوزن بصفه عامه. اول نقطه غتكون هي السعرات الحراريه. انا هضرت على العوامل كامله اللي كتدخل في انك كتنقص الوزن بصفه عامه في رمضان، اللي غتلقاو الفيديو السابق او الاخر اللي درت. ولكن واحد من العوامل الاساسيه هو انك في المرحله ديال رمضان كنتي هبطتي على عدد السعرات الحراريه اللي انت غير محتاج. اولا علاش؟ لانه في الايام العاديه كنتي كتاكل حوالي 5 أو 6 وجبات الا كنتي منتظم في التغذيه ديالك. في رمضان يعني وصلتي ل3 الوجبات، يعني هنا صعيب انك تكون حافظتي على السعرات الحراريه اللي بغيتي بصفه كبيره. يعني 100% اللي درتي واحد النقص في الوزن او في واحد النقص بصفه عامه في الربح العضلي، واللي ما غاديش يكون كبير بزاف داك النقص، فغادي تكون يعني نسبه السعرات الحراريه كانت عندك اقل من اللي انت محتاج. دابا بعد رمضان خاصك تمشي يعني تحاول ترجع داك النمط ديال السعرات الحراريه يعني باقصى سرعه، يعني ماشي تحاول تبقى غادي تدريجيا يوم بعد يوم. يعني من اليوم الاول اللي تقدر تمشي بالسعرات الحراريه اكثر يعني من الحاجيات ديالك، فهذا غيكون احسن حل. يعني هذا هو الحل الاول. علاش؟ لان انت اصلا المنسوب الطاقي ما كانش عندك كافي في رمضان باش دير واحد الربح عضلي. دابا خاصك تستغل عدد السعرات الحراريه تكون بواحد الاضافه يعني جيده فوق من الحاجيات ديالك باش تقدر دير واحد الربح عضلي وزياده في الوزن. ولكن هذه غتكون عندها ايجابيات وسلبيات بيان سور في هذه الزياده في الوزن، غادي نهضر عليها في النقطه الثالثه ان شاء الله. بالنسبه للنقطه الثانيه واللي كتبان لي هي جد مهمه، وهو نمط التدريب. نمط التدريب في رمضان، سواء تبعتي النصيحه اللي كنت قلت لك في الفيديو ديال التدريب ومشيتي ب 70% في القدرات ديالك، او واخا تكون مشيتي بالقدرات ديالك يعني الى اقصى حد، فما غتكونش وصلتي للقدره ديالك الحقيقيه. علاش؟ لان اولا الميتابوليزم كيكون جد بطيء، يعني ما غاديش يكون واحد التطور. ثاني حاجه النسبه ديال الطاقه اللي كنتي كتوفرها من الاكل ديالك ف 100% كانت غير كافيه، لان عدد الوجبات كان محصور وكان غير كافي تماما مقارنه مع الايام العاديه اللي كتقدر توفر فيها واحد العدد الوجبات اللي غيوفروا لك واحد المنسوب طاقي مهم. دابا الان خاصك تستغل انك في التدريب غادي تريني بواحد المجهود اللي هو اقصى مجهود تقدر تمشي فيه، وتقدر تمشي ب 12 10 8 ولو تكون في مرحله التنشيف، لان كاين اللي في مرحله التنشيف ما كيبغيش يمشي بهذه القضيه، ما عندها حتى علاقه الدراري. غادي تريني ب 12 10 8 الا بغيتي حتى في المرحله ديال التنشيف، وغادي تمشي لاقصى حد. يعني ملي غتبدا ب 12 وانت كتنزل يعني في التمرين عدد التكرارات 10 غادي تزيد في الوزن، عدد التكرارات 8 غادي تزيد في الوزن، باش توصل التكرار الاخر يكون وصلتي فيه لاقصى معدل ديال الاوزان اللي انت تقدر دير. علاش هادشي؟ لان انت خصوصا من مور التدريب، في وسط التدريب كتكون درتي تدمير الانسجه العضليه، يعني دمرتيها في اثناء التدريب، فمن بعد التدريب كتدخل في اقصى مرحله واحسن مرحله ديال البناء او اعاده بناء الانسجه وتطوير ديك الانسجه. ديك تطوير ديك الانسجه العضليه باش توصل لواحد المستوى جيد في الربح العضلي، خاصك تكون عطيتي اقصى ما عندك في المده ديال التدريب اللي ترينتي. يعني ما مشيتيش بواحد الجهد اللي غير كافي، يعني هنا خاصك دير واحد الشده، تخدم بواحد الشده كبيره وتخدم يعني اكثر من ديك القدره اللي كنتي في رمضان. وبيان سور بما انك بديتي كتاكل بواحد الكيفيه ورفعتي من عدد السعرات الحراريه بشكل جيد، فانت 100% وفرتي الطاقه للجسم ديالك باش انه يعني يتقدم بواحد السرعه اكبر، خصوصا وانه انت في المرحله ديال رمضان ما كانش عندك ديك الوفره الطاقيه باش تقدر تمشي بهذه الكيفيه هذه. يعني هذا هو المساله الثانيه بصفه عامه، كيفاش انك تمشي في التدريب، هذا مساله جد مهمه. النقطه الثالثه هو انك بما انك انت غادي ترفع من عدد السعرات الحراريه، ما خاصكش تطيح في واحد المشكل، هو انك ما تغلبش يعني السكريات في الاكل ديالك، لان كاين اللي كيدخل سواء كيبدا في الشيت ميل سواء كيولي ياكل بواحد الطريقه يعني اللي ما منظماش، هنا كيدخل عدد السكريات كبر. يعني في اطار استرجاع الوزن ديالو غادي يقدر يسترجع الوزن وغادي تلاحظها بسرعه، ولكن يقدر يكون عباره عن دهون اكثر من اللي كنتي كتخيل. لان اكبر خطا تقدر ترتكبه هو من بعد رمضان الا مشيتي دخلتي عدد السكريات كبير بزاف وديجا درتي واحد لو شوك ولا واحد الصدمه للجسم، لان وفرتي لي عدد سعرات حراريه كبير. ولو وفرتي الاغلبيه ديالها من السكريات فانت كتقول لي يعني جمع واحد الكميه ديال الدهون، يعني كاع داكشي اللي انت ربما تقاتلتي عليه وتحاربتي عليه ودو في رمضان غادي تضيعو بسهوله من بعد رمضان وتخرج على لا كاليتي ديال الجسم ديالك. يعني حاول ان تبعد من السكريات تماما وتمشي بنظام التغذيه اللي هو جيد.
يعني كانت هذه 3 نقاط اساسيه. وباش نديروا واحد التذكير بصفه عامه، فانت كان الميتابوليزم ديالك هابط في رمضان، سرعه العمليه الايض كانت عندك ناقصه، يعني هنا خاصك ترد الجسم ديالك انابوليك. تردو انابوليك كيفاش؟ عبر الرفع من عدد السعرات الحراريه، عبر التدريب بالطريقه اللي قلت لك. وكذلك اذا كنتي اكتومورف وكنتي كيكون عندك صعوبه في زياده الوزن، راه ما يمكنش تاكل 4 المرات ولا تاكل 3 المرات وتسنى من ان الجسم يتطور. حاول ما امكن تفرق التغذيه ديالك بواحد الصفه ديال 5 أو 6 مرات منتظمه باش توفر الجسم دائما. هي غيكون عده يعني عوامل طاقيه، ولكن كذلك توفر ليه الاحماض الامينيه اللي كتكون في البروتينات واللي غتسمح ليه يعني بانه يدير لا سانتيزاسيون ديال البروتين وترد الجسم ديالك انابوليك، يعني قادر على بناء خليه عضليه من ذاك المنسوب الطاقي اللي كتوفر ليه. هذه كان بصفه عامه المعلومات اللي نقدر نعطيكم وتستافدوا ان شاء الله باش تاخذوا واحد الربح عضلي الا احترمتوها ان شاء الله. هذه المعلومات نتمنى ان الفيديو عجبتكم. الدراري اللي عجبتكم جاتكم المعلومات قيمه بارطاجيوها ولايكوها فقط الا جاتكم المعلومات قيمه، لا اقل ولا اكثر. الا خاصكم شي حاجه يعني من لي برودوي لاينز معكم كما العاده تاكسيديو للسيت www.linesathletics.com. كود ريدكسيون هو مازين MAZDNE. تحيه لكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.